يا ترى هو ايه احسن استثمار، ذهب ولا عقارات ولا شهادات؟ ده سؤال بيتسأل كتير من اي حد ناوي يستثمر فلوسه دلوقتي. بس الخبراء والمتخصصين طلعوا وحسموا اجابة السؤال ده وكشفوه عن احسن نوع استثمار امن ومكسبه مضمون. بس لو عايز تعرف ايه احسن استثمار وازاي ما تخسرش فلوسك وايه الاستثمار اللي لازم تبعد عنه، يبقى تابعني لاخر الفيديو وانا هقول لك كل التفاصيل. ملايين من الناس قرروا الفترة الأخيرة إنهم يستثمروا فلوسهم عشان قيمتها ما تقلش، بس بسبب وجود أكتر من نوع استثمار دلوقتي بيكونوا في حيرة وهم بيدوروا على استثمار يحطوا فيه فلوسهم وهم مطمنين. يا ترى شهادات ادخار ولا ذهب ولا عقارات؟ عشان كده ظهر خبراء كتير وحسموا إجابة السؤال ده، من ضمنهم الخبير أحمد يعقوب اللي قال على قناة DMC إن تنويع الاستثمار في الذهب والعقارات والشهادات بيدعم زيادة الدخل والحفاظ على قيمة الفلوس. وقال ان الاستثمار في الفترة الحالية بيتطلب منك تحديد المدة الزمنية للاستثمارات وامكانية الحصول على عائد شهري. وقال كمان ان ناس كتير ممكن تستثمر في الذهب، يعني ممكن تشتري سبيكة ذهب عيار 24 وزنها جرام بمبلغ 4000 جنيه للسبيكة لوحدها. ولو معاك فلوس زيادة شوية ممكن تستثمر مبلغ 1000 جنيه عن طريق شراء جنيهين من الذهب بقيمة 50,000 جنيه وتشتري كمان شهادة ادخار بعائد 23.5% ومدتها سنة والفايدة تصرف شهريا بقيمة 50,000 جنيه، وكده هيكون مكسبك 1000 جنيه شهريا. وحسب الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي للمصري اليوم إن الاختيار بين الاستثمار في الذهب والعقارات بيختلف من حيث السيولة وحجم المخاطر وطبيعة الاستثمار. وقال إن الاستثمار المباشر في الذهب أو العقار فيه مخاطر كبيرة، منها انعدام السيولة بالنسبة للعقار، يعني في حالة إنك عايز فلوس هتضطر تستنى لحد ما تبيع العقار، ودي أكبر عقبة في الاستثمار فيه، خصوصا للمستثمرين الصغار أو المواطنين اللي بيدوروا على حفظ أموالهم بشكل عام. أما الذهب ففيه مخاطر كبيرة في التخزين والحفاظ، عشان كده قال إن أحسن استثمار في صناديق الذهب والشهادات. ولو حبيت تبص على أعلى شهادات الادخار الموجودة حاليا هتلاقي عندك في البنك الأهلي وبنك مصر شهادة 30% بفايدة متناقصة، عبارة عن 30% أول سنة و25% تاني سنة و20% ثالث سنة والعائد السنوي. وحسب جريدة الوطن الخبير الاقتصادي بلال شعيب كان شايف ان الذهب يعتبر من اهم ادوات الاستثمار اللي بتحافظ على قيمة الفلوس وسط ارتفاع معدلات التضخم اللي بيشهدها العالم حاليا بسبب الازمة الاقتصادية. وقال ان الذهب بيتميز بسهولة تحويله لنقود من خلال سرعة بيعه، وكمان مربوط بالاسعار العالمية مش بالسعر المحلي بس. ده غير ان الذهب مش محتاج لمبالغ كبيرة عشان تشتريه، والمواطن اللي عنده مثلا 20,000 جنيه فائض عن حاجته ممكن يشتري جنيه ذهب أو سبيكة وزن صغير ويحتفظ بيها، أو يشتري مشغولات ذهبية لمراته أو بناته ويحتفظ بيها. بس الأحسن في الاستثمار هو السبائك والجنيهات عشان مش عليها مصنعية. أما بالنسبة للاستثمار في العقار فقال إنه محتاج مبالغ كبيرة ما تقلش عن 500,000 جنيه عكس الذهب. بس لما تيجي تشتري وحدة سكنية لازم تركز بشكل أساسي على الموقع، بالإضافة للتأكد من صحة الملكية عشان ما تتعرضش للنصب. كمان الموقع المتميز بيساعدك في إعادة بيع العقار بشكل أسرع. ودلوقتي قول لنا إيه أحسن استثمار تحط فيه فلوسك.